قالت السلطات الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي مدير المجمع الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة إسماعيل محمد سعيد في محاولة لقلب صفحة ما أصبح يعرف باسم فضيحة ملعب نيلسون مانديلا. وبحسب الصحافة المحلية فإن قرار اتخذ بعد أن كشفت مقاطع فيديو الحالة الكارثية للملعب وتراكم النفايات في مدرجات على ما يبدو بعد المباراة الأخيرة التي جرت قبل عدة أسابيع. وكان إسماعيل محمد سعيد مدير المركب الأولمبي محمد بوضياف حيث يقع الملعب قد حاول بنفسه قبل ساعة من إقالته احتواء الفضيحة من خلال إنهاء مهام الشخص المسؤول عن إدارة الملعب نيلسون مانديلا. وبحسب المصدر نفسه فإن كمية نفايات القمامات متراكمة في الملعب ومحيطه بلغت حدا لم تتمكن شركة جمع النفايات من جمعها بشكل كامل يوم السبت الماضي، كما أثارت حالة ملعب 5 يوليو غضبا في الوسط الرياضي الجزائري قبل أيام بعد انتشار صور تظهر اصفرار الملعب.